فيلمنا بيبدأ مع شيرين رضا اللي بتكون قاعدة في لوكيشن تصوير ومتضايقة جدا لأنها قاعدة من ساعتين ومصورتش لحد دلوقتي، وبتنادي المخرج أستاذ معتز التوني وبتقوله إنها متضايقة جدا لأنهم لسه ما بدأوش تصوير، بس بيقول لها ده مش ذنبي، أنا معرفش ليه متأخرين لحد دلوقتي. فبيسأل حد من كرو التصوير بيرد عليه إن المشكلة والتأخير من عند بتوع الأكشن، لسه بيظبطوا السيفتي في العربية. وبيطلع المسؤول عن السيفتي هو الشاطر بطل فيلمنا النهارده الفنان أمير كرارة. ومع كل تقديم شخصية جديدة في فيلمنا النهارده الممثل الكبير ماجد الكدواني بيعمل فويس اوفر بيشرح الشخصية بالتفصيل. أول لما بتظهر بيبدأ الفنان ماجد الكدواني يشرح لنا شخصية الشاطر وإنه من أهم مصممين المعارك في السينما، وحاول يمثل قبل كده بس فشل واتخانق وضرب المخرج. بعدها اشتغل دوبلير وممثل اكشن، ووقت التصوير مسك علم مصر وفرح ان هم انتصروا، بس المخرج بيزعق له وبيقول له انت المفروض عسكري انجليزي. فبيضرب صاحبه اللي جابه الفيلم ده وبيقول له انت مش قلت لي ده فيلم ممر. بس في الاخر هو نجح في الاكشن وانه يعمل دوبلير اكشن. وبنرجع تاني للوكيشن التصوير وبيسألوه خلصت ولا لا، بيرد عليهم احنا لسه بنجهز. بس بتيجي شيرين رضا وبتزعق له وتقول له انجز انا بقالي ساعتين مستنيه، وبتشتمه وبتقول عليه طور. فالشاطر بيقول لهم انا جاهز وبيرمي ادوات السفت. واول لما بتركب علشان يصوروا المشهد بيجري بالعربيه وبيعمل بيها حركات خطيره جدا وبيخليها تصرخ من الخوف علشان شتمته. والمخرج بيكون قاعد ومصدوم، والشاطر بيخرج من لوكيشن التصوير اصلا بالعربيه وبيخليها تعتذر له، وفعلا بتعتذر بس بتشتمه وبتكون هتنزل من العربيه بسرعه بس الباب ما بيفتحش. فبيجري بيها تاني وبيقلب العربيه علشان شتمته، والشاطر بيخرج سليم وزي الفل وهي اللي بتتأذي. بيروح الشاطر لصاحبه فتوح وبنبدأ نتعرف على شخصية فتوح، وده من صغره وهو مشهور بفتوح جمعية وبيكون بيحب الفلوس قوي. وهو في الفصل كان بيضحك على أصحابه ويلم منهم فلوس جمعيات وبينصب عليهم في الآخر. كمان كان بيلم فلوس من الأساتذة بتاعته، وكمان بيلم فلوس من العمارة بتاعتهم عشان يبنوا جامع. وكمان لما كبر كان على طول جنب أمه وبيلم معاهم فلوس الجمعيات واي حاجة تانية غير الجمعيات بطة بلدي. وبنرجع تاني بعد ما تعرفنا على شخصية فتوح وبنكتشف انه بيدرب البنات في الجيم على الرقص. بيقعد الشاطر مع فتوح وبيشرح له اللي حصل واللي هو عمله في اخر تصوير. فتوح بيقول له يعني كده مفيش فلوس ومش هندفع اقساط معدات الجيم وهيتقفل. بس الشاطر بيقول له ربنا هيسهلها. وبيجي للشاطر مكالمة فيديو وبيكون اللي بيكلمه اخوه عصفورة، وبنتعرف على شخصية عصفورة وهو اخو ادهم الصغير وبيعتبره زي ابنه. وبيكون بيصور فيديوهات على التيك توك على كل المواضيع وكلها فشلت لحد ما حوش فلوس وسافر وعمل فلوج ونجح جدا وجاب له مشاهدات كتير، وبدأ يكون السفر هو المحتوى بتاعه. وبنرجع تاني بعد ما تعرفنا على شخصية عصفورة وبيكون في تركيا وبيكلم اخوه يطمن عليه، بس بيزعل منه انه سافر من غير ما يقوله. فبيرد عليه كلها يومين وهرجع على طول. فبيقول له خلي بالك على نفسك. وبالليل بيكون الشاطر قاعد على تليفونه وبيلاقي اخوه عامل لايف، فبيدخل عشان يتفرج عليه وبيلاقيه بيقول في اللايف انه في تركيا قدام السلطان كلاب، وده مشهور انه اخطر كلاب في تركيا ومليان عصابات ومش اي حد يقدر يدخله. وبنلاقي ان بادي جارد بيجيله وبيتخانق معاه علشان بيصور، وكل ده بيكون ظاهر في اللايف. وبنلاقيه بيثبته بمسدس وفجأة اللايف بيتقفل. بعدها الشاطر بيقعد يرن على اخوه بس بيديله مغلق وبيكون قلقان عليه جدا. بيروح لفتوح وبنكتشف انه بلغ البوليس بس ما ينفعش يعمل محضر غير بعد يومين من اختفائه. بعدها بيلاقوا عصفورة طالع لايف وبيقولوا انه اتخطأ وانه قدر يوصل لتليفونه علشان يطلب من الناس انها تساعده، وكمان مش عارف هل هيقدر يفتح التليفون تاني ولا لا، وبيقفل اللايف. بيكون الشاطر هيتجنن اول لما عرف ان اخوه اتخطأ، فبيقرر انه يسافر لاخوه علشان ينقذه. بس فتوح بيقول له انا هاجي معاك. الشاطر بيرد عليه تيجي معايا فين؟ انا لوحدي ومش هعرف اتصرف في الفلوس. بس فتوح بيقول له محلولة، انا هاخد فلوس الجمعية نسافر بيها احنا الاتنين. وبعدها بيسافروا لتركيا. اول لما بيوصلوا فتوح بيكتشف ان هم نسيوا الشنط وما معهمش ولا شاحن ولا هدوم ولا اي حاجة. بيروحوا التاكسي وبيقولوا له يوصلهم للسلطان كلاب، بس اول لما بيسمع الاسم بيرفض وبيخاف. فبيروحوا لحد تاني عشان يوصلهم وبيكتشفوا ان الشخص ده مصري ومن اسكندرية كمان. بعدها بيقولوا له ان هم عاوزينه يوصلهم للسلطان كلاب. بيخاف وبيكون عاوز يجري بس بيمسكوه وبيخاف وبيقول لهم مستحيل اروح هناك
وبيكمل كلامه: الكلاب ده بتاع عثمان باشا الأناضولي. وبنتعرف على شخصية عثمان الأناضولي، وده بدأ حياته محاسب صغير في بنك في تركيا، ووصل لسكة غسيل الأموال واتشهر جامد، وكل تجار السلاح والمخدرات بقى يتعاملوا معاه، وبقى أكبر محاسب للشغل الشمال في العالم. وعلشان يغطي على الشغل الشمال ده رجع لهوايته الزرع والورد. بعدها بيقتل واحد بكل دم بارد. وبنرجع تاني وبيكونوا مصممين برضو يروحوا للكلاب بعد كل اللي سمعوه. فالشخص ده بيروح علشان يوقف لهم تاكسي، وبنكتشف اصلا ان هو مش سواق تاكسي، بس كان واقف هنا عادي، وبيركبهم التاكسي وبيسرق منهم الشنطة وبيجري. بس الشاطر بيقول له سيبه، مفيش حاجة فيها اصلا غير فوطة وشورت. وبيوصلوا مكان الكلاب وبيكونوا عاوزين يدخلوا جوه بس مش عارفين ازاي. كمان عاوزين يدوروا على الجارد اللي على ايده تاتو اللي ثبت اخوه عصفور، وبيدوروا على طريقه عشان يدخلوا بقى الكلاب. بعدها بيشوف بنت لسه نازله من عربيتها، فبيقرر الشاطر ان هو يروح عشان يشقطها ويتعرف عليها علشان تدخلهم الكلاب. الشاطر بيروح لها بس بترفض انها تتكلم معاه، ولما بتبص على فتوح بتعجب بيه جدا وبتناديله وبتاخده وبيدخلوا الكلاب. بعدها بيقعدوا على ترابيزه، وبيقوم الشاطر ينادي الويتر وبيكون عاوز يسأله على حاجة، وبيطلع التليفون ويوريله صورة التاتو اللي على ايد الراجل اللي خطف اخوه، وبيطلب منه انه يساعده علشان يوصل للراجل ده، وبيديله فلوس علشان يساعده. بعدها بنلاقي بنت بتتخانق في الكلاب مع الجرداء، ودي بيكون اسمها كارمي، وبنتعرف على شخصيتها، ودي اسمها الحقيقي كراميلا. كانت بتشتغل رقاصة في الافراح مع امها بس فشلت في الرقص. بعدها اشتغلت مع ابوها في السيرك، وفي مرة بتحدف السكينة صابت واحد من الجماهير ومات. بعدها هاجرت لتركيا في مركب هجرة غير شرعية، واشتغلت في كازينو اللي كان بيروحه عثمان الأناضولي. وفي يوم كان كل شوية بيخسر، وأول لما هي جت قعد يكسب كتير قوي وبدلت حظه، ومن ساعتها اعتبرها تميمة حظه واتعرف عليها وطلب منها الجواز وهي رفضت، بس قال لها أنا ما اترفضتش. ولما رفضت تتجوزه حبسها عنده في القصر، وحاولت تهرب أكتر من مرة بس بتفشل. وبنرجع تاني والشاطر بيسأل الويتر هي مين دي اللي كانت بتتكلم عربي، فبيقول له دي كارمي، وبيسيبه وبيمشي. بعدها بنلاقي الجردات بتشدها بالعافية وبياخدوها، فبتقول لهم هو عاوز يحبسني هناك وسط الناس المحبوسة عنده في البيت. فالشاطر بيسمع كل الكلام ده. بعدها بينادي على الوتر تاني، فبيقول له لو عاوز اخوك هو اكيد عند عثمان، ولو عاوز عثمان امشي ورا البنت دي. وبيطلعوا يركبوا عربية البنت اللي كانت معاهم بعد ما اخدوا منها المفتاح من غير ما تاخد بالها، وبيمشوا وراهم لحد ما بيوصلوا لقصر عثمان. والشاطر بيقول لفتوح انه هيدخل عشان يجيب عصفورة. بيدخل القصر وبيستخبى، وبيسمع كارمن بتزعق لعثمان وتقول له انها زهقت وعايزة تمشي من المكان ده، وبتطلب منه يسيبها تنزل مصر تطمن على اهلها وترجع تاني، بس بيرفض ويقول لها انا اهلك انت مالكيش غيري. فبتشتمه، فبيمسك مقص الشجر وبيكون هيقتلها، بس ما بيعملش كده وبيسيبها ويمشي. بيدخل الشاطر القصر وبيدور على اخوه، وكارمن بتشوفه وبتقول له اثبت مكانك انت حرامي، بس بيقول لها ان عثمان خاطف اخوه وهو جاي هنا علشان ياخده ويمشي. فبتقول له انا هساعدك وهجيب لك اخوك، بس تاخدني معاك وانت ماشي علشان انا محبوسه هنا برضه. بس بيرفض وبيقول لها انا جاي اخد اخويا وامشي. فبتنادي الجردات وبيدخلوا يثبتوه. بنلاقي بعدها عثمان في اجتماع مهم جدا مع اكبر الناس اللي هو شغال تحته. بعدها بيدخل المكالمه شخص مجهول معروف باسم 703، وده الزعيم الكبير ومحدش يعرف اسمه ولا شكله ولا اي حاجه عنه. وبيدخل واحد من الجردات يقول له عثمان ان هم اكتشفوا واحد اقتحم القصر. بيتعصبوا عليه الناس الكبيره اللي بيكلمهم وبيتريقوا عليه، نبعت لك رجالتنا تحميك ولا ايه؟ وبنكتشف ان الرجاله دي كلها ليهم بيانات حسابات على فلاشه مع عثمان هو اللي بيحميها، وبيهددوه ان اي تسريب لاي بيانات لهم هيقتلوه. فتوح بيكون نايم وبيصحى مخضوض لما بيلاقي نفسه الصبح ولسه الشاطر ما خرجش. بيروح عثمان للشاطر عشان يفهم منه ويحكي له مين اللي بعته هنا، بس بيقول له ان هو جاي هنا عشان ينقذ اخوه ومحدش بعته. بس عثمان ما بيصدقهوش. الشاطر بيكون معاه دليل وهو الفيديو اللي الراجل من رجالته بيخطف اخوه، بس لما بيطلع تليفونه بيلاقيه فصل. عثمان بيشك فيه ان هو كذاب وبيضحك عليه وبيشتمه، بس الشاطر بيقول له هعديها لك المره دي، وبيديله اماره ان الجارد ده اقرع وعامل تاتو في دراعه ومرسوم عليه ورد. واحد من الجردات بيقول لعثمان ان هو غالبا يقصد ساعة. الشاطر بيقول له انت هات لي بس كل الناس اللي عندك وانا هاخد اخويا منهم ونمشي، بس عثمان بيرفض ويقول له اخوك لو هنا يبقى غلط ولازم يتعاقب. الشاطر بيتعصب ويقول لهم انا مش هتحرك من هنا غير يا قاتل يا مقتول. عثمان بيديلهم امر ان هم يقتلوه، وبيتخانق مع رجالته وبيقتل فيهم واحد ورا التاني، وبيقول لهم هو انا هغلب معاكم انتوا، ده انا ضارب بويكا يا سيا. وبياخد حزام وبينط من على السطح
على حبل بيودي للناحية التانية من القصر، وبتقابلوا رجالة تانية هناك وبيكونوا هيخلصوا عليه، بس العربية اللي فيها فتوح بتيجي وبتخبطه وبيركب معاهم الشاطر بسرعة وبيهرب. وبنكتشف ان اللي سايق العربية هي كارمي، وبتقول له انا هنا عشان الحقك يا شاطر. وبيكون رجالة عثمان وراهم بيطردوه وبيضربوا عليهم نار. بيدوروا في العربية على اي حاجة يقدر يتعامل معاهم بيها، وبيلاقي مسدس وبيبدأ يضرب عليهم. بعدها بيدور تاني بيلاقي RPG وبيفجر بيه العربيات. بعدها بينزلوا على البحر وبيقرروا يهربوا بموتوسيكلات، بس الشاطر بيركب هو وكارمن بس، وبيسيب فتوح على الشط لحد ما يرجع له. والعصابه بتيجي وبتطاردهم بموتوسيكلات برضه، بس بيقدر يخلص عليهم. وفي الاخر بيوصلوا لشارع مسدود وبيلاقي عربيه وصلت وراهم، فبيتخانق معاهم ويخلص عليهم. بيعرف عثمان من رجالته ان هم هربوا منهم، فبيتعصب وبيزعق وبيقول لرجالته ما يخرجوش عايشين من البلد. وبيلم كل اللي مخطوفين عنده عشان يسالهم مين فيهم مصري واخوه اسمه ادهم. بعدها بيرجعوا الفتوح تاني على البحر. الشاطر بيتعصب على كارمي وبيكون عاوز يفهم منها هي ايه حكايتها بالظبط. انت اللي خليتيهم يمسكوني وانت اللي هربتيني، بس بتقوله انها عملت كل ده علشان مصلحته. وبيتعصب عليها تاني، انا بعد اللي عملته ده اخويا لو عند الاناضولي هيذبحه. كارمن بتطمنه وبتقوله انا هظبطك. بعدها بترن على عثمان وبيكون فاكرها هربت، بس بتقول له اهرب فين انا اتخطفت، وبتطلب منه يلحقها. وكمان العصابه دي دخلوا المكتب عندك وسرقوا الفلاشه بتاعتك من الخزنه. بيروح الخزنه بسرعه علشان يتاكد، وبيتصدم لما بيلاقيها اتسرقت فعلا وبيتعصب اكتر. بعدها كارمن بتمثل وبتصرخ كأن العصابه اكتشفتها واخدوا منها التليفون وقفلت المكالمه. الشاطر بيتعصب بس كارمن بتهديه وتقول له طول ما الفلاشه دي معانا انا وانت واخوك في امان، بس احنا لازم ننزل مصر. بس الشاطر بيقول لها انا مش هتحرك من هنا الا وانا معايا اخويا. بترد عليه الفلاشه اللي معانا دي هترجع لك اخوك وهتعيشك في الخير كله. الفلاشه دي عليها رقبه الاناضولي، فبيقرر ان هو يسلم كارمن والفلاشه للاناضولي وياخد اخوه الفلوس ويرجع. بس كارمن بتخوفه انه لو راح هناك هيقتله، فبيقتنع بكلامها وبيوافق ان هو يرجعوا مصر، بس الفلاشة تبقى معاه. وكارمن بتوافق وبيرجعوا على مصر. وهم في الطيارة بيكون خايف وندمان ان هو ساب اخوه ورجع، بس كارمن بتطمنه ان كل حاجة هتبقى زي الفل. اول لما الشاطر بيوصل البيت بيسمع صوت حد جوه، فبيخافوا ان رجالة عثمان وصلت له، وبياخد عصاية ويدخل عشان يتخانق معاهم. فبيلاقي اخوه عصفورة قاعد جوه وبيقول له انت فين؟ انا برن عليكم من بدري محدش بيرد عليا. الشاطر بيسأله هو انت هربت منهم ولا هما اللي سابوك؟ عصفورة بيرد عليه ايه ده؟ هو انت لسه فاكرني ان انا مخطوف؟ انا هحكي لك. انا لما طلع لي الجارد ده التليفون وقع واتكسر واديت له فلوس علشان يسيبني. بعدها جبت تليفون جديد وبفتح لقيت الفيديو ترند وجاب مشاهدات، فقررت اكمل التمثيليه دي واقول للناس ان انا اتخطفت عشان ابقى ترند. ولما حسيت ان الموضوع هيكبر عملت فيديو وقلت ان هربت منهم ورجعت على مصر. وبرن عليك تليفونك مقفول، بس انا بقالي 3 ايام راكب الترند. الشاطر بيتعصب عليه وبيعلقه وبيفضل يضرب فيه بعفش البيت كله، وبيقول له انا بسببك شفت اغرب حاجات انسان ممكن يشوفها في حياته، وعصابات بتجري وراي. وبعدها بينزله. بتكون كارمن خايفه من رد فعل الشاطر على اخوه وبتسأل فتوح هو ازاي كسر الحاجات دي كلها على اخوه، بس بيقولها لا دي حاجات كلها بتاع التصوير ما بتأذيهوش عادي. وبياخد فازة وبيكسرها على دماغه عشان يثبت لها. بعدها بتلاقي شاكوش فبتخبطه بقى على دماغه، بس بيكون حقيقي وبيزعق لها بيقول لها ده شاكوش بجد، فبتتأسف. الشاطر بيكلم كارمي انا اخويا رجع لي، انت والفلاشة لازم ترجع له عثمان. بس كارمن ليها رأي تاني وانه زي ما انقذها وهربها هتكافئه على اللي هو عمله ده. وبتسأله انت تعرف الفلاشة اللي معاك دي تساوي كام؟ بيقول لها مش عاوز اعرف ولا عاوز اي حاجة، بس عصفورة بيكون عاوز يعرف وبيسألها. كارمن بتقول له اخر حاجة هعمل مكالمة تليفون بس، وبتكلم واحد اسمه ماسيو وبتعرض عليه الفلاش وبيقول لها سعرها 50. الشاطر بيتعصب يعني اللي احنا فيه ده كله عشان 50,000 جنيه؟ كارمن بترد عليه 50 مليون. الشاطر برضو ولا اي اندهاش وبيقول لهم ال50 مليون جنيه دول ما يجيبوش فيلتين في زايد. فبتكرر كلامها وترد عليه وتقول له 50 مليون دولار. ساعتها الشاطر عينه بتلمع وبيوافق وبيقول لعصفورة بسرعة قعد الهانم خليها ترتاح، وبيكونوا مستنيين منه مكالمة عشان يتفقوا على الميعاد ومكان التسليم. بعدها الشاطر بيقول لها تعالي عاوز اقولك على حاجة، وبيتفقوا ان الفلاشة تفضل مع الشاطر لحد ما يبيعوها ويقسموا الفلوس، وبعدها كل واحد يروح لحاله. تاني يوم بيحاول عصفورة يفك الباسورد اللي على الفلاش عشان يعرفوا عليها ايه بالظبط مخلي سعرها 50 مليون دولار، بس عصفورة بيفشل يفتحها وبيكون الحل انها تتهكر.
فبيقول له صاحبه نديم ممكن يساعده، وده شخص عبقري كان ذكي جدا وهو في الجامعة لحد ما بدأ يشرب بودرة وبدأ يسقط. بعدها هكر سيستم الجامعة ونجح نفسه وكمان نجح كل أصحابه. كمان ضرب لنفسه شهادة من جامعة أوكسفورد واشتغل بيها في شركة مالتي ناشونال، واكتشفوا إنه بيشرب بودرة واترفضوا بقى هكر. وبيقرروا يروحوا لنديم بس مش هيقولوا أي حاجة لكارمن، فبيقنعوها إن هم رايحين حفلة في كلاب وهناك هيشغلوها ويروحوا لنديم يفتح لهم الفلاش. وفعلا بيروحوا الحفلة وبيدوروا على نديم، ولما بيلاقوه بيشرحوا له هم محتاجينه في ايه بالظبط. وفعلا بيفضل يحاول في الفلاشة كتير قوي انه يفك الباسورد بتاعها، وفعلا بعد كذا محاولة بيقدر يفك الباسورد بس بيقفل بسرعة ويقول لهم ان هو محتاج وقت عشان يقدر يفكها مع انه فكها اصلا. الشاطر بيرد عليه تمام احنا معاك اهو. فبيقرر يعزمهم على حاجة الاول ويشربهم اي حاجة، وبيقرر يشربهم عصير برتقال وبيحط لهم مخدر في العصير، وبيطلع يدي لكارمن برتقان برضه. واول لما بيشربوا العصير بيهيبروا وبينسوا هم جايين هنا ليه اصلا، ولما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم لابسين لبس غريب ومحدش فيهم بيكون فاكر اي حاجة حصل. وبيسأل عصفور على صاحبه وعلى الفلاش. كارمن لما بتسمع كده بتقول لهم فلاش تيه وبتكون عاوزه تفهم، وبيكتشفوا ان نديم خد الفلاشه وهرب. بيلاقوا العصابه وصلت له وبتسالهم على الفلاش، فبيقرروا يهربوا ويجروا، والشاطر بيتخانق معاهم وبيضربهم وبينزلوا كلهم يهربوا على مركب، وبيكون معاهم 2 متجوزين كبار في السن. الشاطر بيسال هم رجاله عثمان عارفوا مكاننا ازاي، وبيسال اخوه عصفوره انت ساكت ليه انت عملت حاجه؟ بس عصفوره بيقول له انا بديت افتكر حاجه من اللي حصلت امبارح، وانه طلع لايف وقال على كل حاجه وان هم معاهم فلاشه تودي العصابات في داهيه. كمان قال لهم على مكانهم بالظبط، وعثمان شاف اللايف وعرف مكانهم. الشاطر بيتعصب عليه بس عصفوره بيبرر ان هو ما كانش في وعي وكان شارب عصير زيه وهو ملهوش ذنب، بس هو هيرن على كام حد وهيعرف مكان نديم فين. والشاطر كان معترض ان هم ما ينفعش يمشوا في الشارع بلبسهم ده، فبيقرروا ياخدوا لبس الاتنين المتجوزين الكبار في السن اللي معاهم في المركب. وفعلا بيوصلوا لمكان نديم وبيدخلوا عنده وبيعلقوه وبيسألوه على مكان الفلاش، بس نديم بيقول لهم ان هو باعها وبيكونوا عاوزين يعرفوا باعها لمين، وبيقرروا ينزلوه عشان يعرفوا منه مكان الفلاشة فين. وكمان بيسألوه هو فك الشفرة بتاعت الفلاشة ولا لا، بس بيقول لهم دي شفرة هولندي انا ما عرفتش افكها. فكارمن بتقوم تمسك سكينة وتهدده لو ما تكلمش، بس بيخاف وبيتكلم، وفعلا بيعترف ان هو فكها ولقى عليها حسابات بنوك لناس كتيرة الراجل ده بيغسل لهم فلوس. كمان لقى ناس كتيرة زي الزعيم 703، وكمان لقى حد اسمه المعلم سمكة، وبنتعرف على شخصية المعلم سمكة، وده بيكون صياد صغير في رشيد بس هو ما عندوش صبر فساب الصيد واشتغل في التهريب. وفي فترة صغيرة كبر جدا في السوق، فالمهربين الكبار وقفوا له فعزمهم كلهم عنده وخلص عليهم كلهم وعمل لهم مذبحة القلعة. بعدها بنلاقي ماسيو بيرن على كارمن وبتكون خايفة جدا لأنها مش معاها الفلاش، بس بتهدى وبتقول له إن هم جاهزين يديلهم الفلوس ويستلم الفلاش، بس بتخاف جدا وبتتوتر وبتقول له أي كلام إنها تعبت فجأة وبتتعالج، بس بيقول لها أنا هكلمك بكرة وحدد ميعاد عشان استلم الفلاش قبل ما هو يتصرف، وبيقفل السكة. كارمن بتقول لهم ان هم لو ما رجعوش الفلاشة عثمان وماسيو هيقتلهم. الشاطر بتجيله فكرة بيقول لهم ان محدش يعرف مين هو 703 ولا حد يعرف شكله، احنا بقى هنعمل 703. بيكون المعلم سمكة واقف بيستلم شحنة شغالات من افريقيا، وبيجيله راجل من رجالته يقول له ان في حد بيسأل عليه اسمه 703. اول لما بيسمع الاسم بيتخض وبيخاف وبيخليه بيدخل بسرعة. بيوصلوا والمعلم سمكة بيرحب ب 703 وبيكون خايف جدا منه، بس الشاطر بيقول لهم وقت 703 بفلوس، احنا هنا جايين ناخد الفلاشة وهنمشي على طول. والفلاشة بتكون معاه فعلا وهيديها لهم، وبيكون زعلان ان الفلاشة اللي عليهم كل مصايبهم بتكون مرمية في الشارع كده لأي حد. بس 703 بيقول له انه هيقتل عثمان وهينتقم منه عشان ضيع الفلاش. المعلم سمكة بيقول لهم طب كويس هو جاي دلوقتي خليكم وخدوا حقكم منه دلوقتي. فتوح بيسمع كده بيتوتر وبيهرتل بأي كلام وان عنده ميعاد طيار. المعلم سمكة بيشك فيهم وبيقول لهم ان 703 بيتحرك بطيارته الخاصة، فبيرد عليه بهرتلة انا طيرت في التوكيل. فبيشك فيهم اكتر وبيقول لهم هو 703 لو هيجي هيبقى معانا فارين بس. الشاطر بيصفر والمكان كله بيتملي بأشعة ليزر. المعلم سمكة بيخاف وبيصدق ان هو فعلا 703 وبيديلهم الفلاش، وده بيكون ليزر عادي من عصفورة واصحابه مش ليزر قناص. بعدها الشاطر بيهدده انه هيدفع تمن اللي قاله على 703. في الوقت ده بنلاقي عثمان وصل وبيتصدم اول لما بيشوفهم هما التلاتة،
وبيبعت رجالته عشان تاخد الفلاشة من الشاطر. وكمان بيقول لكارمن وحشتيني، الحمد لله طلعتي مش مخطوفة ولا حاجة. بس بتغير الموضوع وبتقول له ان هم خطفوها بس ما بيصدقهاش. والمعلم سمكة بيستغرب هم كلهم عارفين بعض ازاي، وبيكتشف ان ده مش 703 وبيخليه يقلع الماسك. عثمان بيضرب كارمن بالقلم والشاطر بيتعصب جدا اول لما بيشوف كده. فتوح بيقول له اهدى اوعى تعمل حاجة، انت شايف احنا واقفين وسط ايه بالظبط. فبيضرب واحد وبياخد منه السلاح بتاعه وبيضربوا نار على بعض، وبيروح يتخانق مع عثمان والفلاشة بتقع على الارض. فكارمن بتروح تاخدها وعثمان بيكون هيقتل الشاطر، بس المعلم سمكة بيقول لرجالته هاتوهم لي، انتوا فاكرين انكم هتدخلوا عندي وتعلموا عليا بالسهولة دي وتمشوا؟ ومرة واحدة بنلاقي كونتينر بيقع على المعلم سمكة ورجالته، وبنكتشف ان عصفورة هو اللي طلع على الجهاز ورمى الكونتينر ده عليه. وبيمسك الشاطر مسدس وبيكون هيقتل عثمان، بس كارمن بتنصحه انت مش زيه ما تقتلهوش. وفعلا بيقرر ما يقتلهوش وبينصحه يبعد عن سكته خالص، وبيركبوا العربية وبيهربوا. كارمن بتكلم ماسيو وبتطمنه ان هم معاهم الفلاش، وبتقول لهم ان هيبعت لهم مركب تاخدهم عشان يروحوا عنده. وبيسألوها هو احنا هنقابله في البحر؟ بترد عليهم ماسيو ده بقاله 5 سنين عايش في المياه الإقليمية، فبيبدأوا يرموا قلاشات عليه. وبنروح نتعرف على تفاصيل شخصية ماسيو، وده أمه وأبوه في المافيا الإيطالية، وطبيعي يخلفوا مجرم يعني. وأول جريمة عملها كانت وهو عنده 5 سنين لما المربية بتاعته أخدت منه لعبته فقتلها، وهو عنده 11 سنة أبوه وأمه اتقتلوا قدامه، فقتل كل اللي ليه علاقة بموتهم، وبقى مطلوب للسجن والإنتربول بيدور عليه، فبقى عايش في البحر. كلهم بيقلقوا لما بيسمعوا قصته وبيخافوا منه، بس كارمن بتطمنهم ان هو امان وتبعها. فتوح بيفضل يزعق ويقول لهم ده مجرم. الشاطر بيقول له بطل بقى ولولة النسوان دي. قال له لا مشينا ورا النسوان هو اللي اتلطنا بسببه. كارمن بتزعل وبتمشي، والشاطر بيقوم يروح وراها وبيقعد معاها وبيقول لها فتوح ده طيب وغلبان وما يقصدش، بس هي ما بتزعلش منه، وفعلا شايفه انها دخلته في مشاكل كتير قوي. وكمان بتشكره على اللي هو عمله عشانها، وانه ما سكتش لما شاف عثمان بيضربها. بيقول لها انه ما كانش ينفع يشوفها بتنضرب ويسكت، فبترد عليه ياما غيرك شافوه سكتوا ومنهم اهلي. ماثيو بيبعت لهم مركب لحد عندهم علشان تاخدهم، وبيفضلوا ماشيين كتير قوي في الميه لحد اما بيشوفوا مركب ماثيو في الاخر. وماثيو بيشرح لهم ان بقاله 5 سنين في البحر وما بيشوفش حد ولا حد بيشوفه، وبيطلب منهم الفلاشة بس بيكون عاوز يشوف الفلوس الأول. فبنلاقي رجالته وبتثبته، وبياخد الفلاشة من الشاطر وبيفرح جدا، وبيروح يشكر كارمن وبيحول لها الفلوس. وعصفورة بيقول له طب وفلوسنا؟ بيرد عليه فلوسكم؟ ايه ده، هو انتوا مش عارفين ان احنا بنشتغلكم؟ بيقول لهم انتوا قبل ما تموتوا لازم تعرفوا كل حاجة. وماثيو بيبدأ يشرح لهم كل حاجة، وبتبدأ الحكاية من عند الويتر اللي سأله الشاطر في الأول خالص. بعدها كارمن بتفهم منه ان الراجل ده فاكر ان عثمان خطف أخوه، وبتتفق معاه ان هو يقول له لو عاوز أخوه يمشي وراها كمان. وهي ماشية قالت كده عشان يتأكد ويروح وراها. وبتروح للجارد اللي هو راسم تاتو وبتديله فلوس عشان يمشي خالص ويختفي. وراحت وسرقت الفلاشة من الخزنة. وبنرجع تاني بنلاقي ماسيو بيرن عليها. الشاطر بيقول لها اللي بيه بسرعة عشان نرجع نكمل كلامنا. فبتقوم ترد على ماثيو وبتتفق معاه من وراه انها هتسلمه الفلاشة وتاخد هي الفلوس. وبنرجع تاني لليخت، وبيكون ماثيو رابطهم وهيرميهم في البحر. وكارمن بتقول له انا اسف، وبيزعل وبيقول انا اول مرة حد يغفلني في حياتي، بس انا مش هسيبكم انتوا الاتنين. ماثيو بيضحك وبيقول له انا المفروض اهدد هنا. الشاطر بيقدر يقطع الحبل المربوط بيه، وبياخد اخوه فتوح وبينطوا في البحر، وبيضربوا عليهم نار بس من غير اي فايده، وبينزل تحت يفكهم هما الاتنين. بعدها بنلاقي حد بيرمي لهم خطاف، فبيمسكوا فيه وبيسحبهم لفوق. اول لما بيطلعوا لفوق بنكتشف ان عثمان موجود، وبيقول لهم الحمد لله على السلامه. والشاطر بيقول له انا عاوز اعرف انت اتاخرت ليه. فتوح بيستغرب وبيكون مش فاهم حاجه، بس بنرجع فلاش باك عشان نفهم حصل ايه بالظبط. لما الشاطر كان قاعد مع كارمن وقامت تكلم ماسيو، نست الايربودز بتاعتها. فالشاطر اخد السماعه التانية ولبسها وسمع المكالمه كامله، وان كارمن هتبيعهم لماسيو. فبيقرر ان هو يروح لعثمان ويقول له البنت دي مش تمام، انا مستعد اسلمها لك هي والفلاشه واخد نصيبي من ال50 مليون دولار. عثمان بيقول له انا عاوزك تكمل لعبتك عادي وتسلمها لي هي وماسيو مع بعض. انت هتكمل لعبتك عادي، واول لما توصل لمكان ماسيو هتبعت لي وانا هقوم بالباقي، وانا مش هديلك نصيبك من ال50 مليون بس، انا هديك ال50 مليون كلهم. وبيتفقوا مع بعض. بنرجع تاني وبيكون عصفورة وفتوح فهموا كل اللي حصل، والشاطر بيكلم عثمان ويقول له اي زودياك يوصلهم هما الاتنين للشط وانا هاجي معاك نروح لماسيو. بس عثمان بيرفض وبيقول له امشي انت هتيجي ليه؟ انا هبعت لك فلوسك ودورك خلص. بس بيكون عاوز يروح عشان ينتقم منهم عشان غفلوه.
بنلاقي ماسيو ورجالته ونزلوا من البحر وفرحان انه اخيرا شاف الارض. في الوقت ده رجاله عثمان بتوصل وبيضربوا عليهم نار، وماسيو بيهرب مع كارمي. الشاطر بيشوفهم وبيجري وراهم لحد ما بينط في المركب بتاعته وبيضرب ماسيو وبياخدهم هما الاتنين وبيرجع بيهم تاني لعثمان. وماسيو بيديله الفلاشه وبيطلب منه ان هو ما يقتلوش، وما بيلحقش يكمل كلامه وعثمان بيقتله. وعثمان بعدها بيروح عشان ياخد كارمي، بس الشاطر بيمنعه وبتكون فاكرة ان هو بيدافع عنها، بس هو بيكون عاوز ياخد فلوسه الاول. وفعلا عثمان بيحول له الفلوس وبيقول له افتح تليفونك وشوف انت بقيت غني. ساعتها الشاطر بيقرر ان هو خلاص هيمشي وبيقول لكارمن انا اسف. كارمن بتعيط وبتندم على اليوم اللي شافت فيه عثمان، وبتاخد المسدس وبتموت نفسها. وعثمان بيقول له انا مش زعلان عليها، انا كان نفسي اقتلها بايدي. وكل واحد فيهم بيروح للمركب. بنلاقي الشاطر ركب المركب بتاعته وبنلاقيه بيضحك ومبسوط، وعثمان بيبص على تليفونه ومرة واحدة بنلاقيه اتخض، وبعدها المركب بتاعته بتنفجر. بنلاقيهم هما التلاتة قاعدين في الفيلا الجديدة، ومرة واحدة كارمن بتيجي. فتوح بيقول لهم ازاي هي دي مش المفروض جثة، ازاي عايشة؟ وبيقول له معلش انا مش فاهم اشرح لي مرة كمان. وبنرجع فلاش باك لما كارمن جالها مكالمة من ماسيو. هي بعدها اعترفت بكل حاجة للشاطر وما خبتش عليه اللي حصل، وبيكون عنده خطة ان هو يخلص عليهم كلهم وهم ياخدوا كل حاجة، وهيعملوا التمثيلية دي قدام ماسيو وعثمان وان هم باعوا بعض. بعدها بيكلموا الثلاث رجال اعمال وبيقرروا ان هم يبيعوا عثمان، وبيكذبوا عليهم انه عثمان باع الفلاشة اللي توديهم في داهية لماسيو، وده مقابل 50 مليون دولار. والشاطر بيوري لها المسدس الفشنك اللي هي هتسحبه علشان تمثل ان هي موتت نفسها. واول لما وقعت في المية كان في غواص مستنيها وركب لها ادوات غوص. بعدها لما الشاطر ركب المركب لقى التحويل وصل بتاع الثلاث رجالة اعمال، وقبل ما السفينة بتنفجر عثمان بيلاقيهم هم الثلاثة بيكلموه بيودعوه. وبنرجع تاني والشاطر بيقول لهم انا كده خدت 50 مليون دولار من عثمان و50 مليون من ماسي و50 مليون من الناس بتوع الفلاش. بعدها بنلاقي شخص غريب جدا جسمه كله تاتو ظهر، وبيطلع الفنان الكبير احمد مكي بيجي ويقعد معاهم كلهم. بيقول للشاطر انت جبل انك قدرت تطلع الطلعه دي ومعاك شويه الهلاهيل دول، وبيكون عارف عنهم كل حاجه حرفيا، وبيكونوا عاوزين يعرفوا هو مين الشخص ده وازاي عارف عنهم كل حاجه كده. وبيتعصب ان ازاي فتوح ينتحل شخصيته، فبيعرفوا ويفهموا ان هو 703 بس ما بيخليهمش ينطقوا الاسم، وبيقول لهم اسكتوا. فبيخافوا ان هم انتحلوا شخصيته، بس بيقول لهم انا مش جاي اذيكم، ولو دي نيتي ما كنتوش هتشوفوني اصلا، انا جاي عاوزكم في شغل. بس بيقولوا له ان هم مش عاوزين، فبيرد عليهم لا انتوا عايزين، وبيقوموا ويسيبهم ويمشي. الشاطر بيسأله طب لو احنا عاوزين وفكرنا نوصل لك ازاي؟ فبيقول لهم طريقة يوصلوا له بيها. بس لما بيمشي الشاطر بيفكر يعمل العملية دي، بس كلهم بيرفضوا يرجعوا للشغل ده تاني. بس الشاطر بيقول لهم ما ممكن المرة دي تعدي عادي زي ما اللي قبلها عدت عادي برضه. وبس بيخلص الفيلم على كده. قول لنا رأيك في الفيلم في الكومنتات. ما تنساش بقى تعمل لنا لايك وسبسكرايب في القناة، وصلي على أشرف وأطهر الخلق سيدنا محمد. وبس سلام.